فوز جديد للنادي الأهلي، والأهلي في صدارة جدول الدوري. الأهلي في صدارة جدول الدوري ب69 نقطة في ترتيب جدول الدوري، والأهلي يراجع الصدارة. يعني خافوا على نفسيكم بقى. الأهلي النهارده بفوزه على المصري بيعتلي صدارة جدول الدوري، وطالما الأهلي ركب الدوري يبقى على الدنيا السلام. طبعا النهارده بنشوف مباراة مش احسن حاجة فنيا، يعني الاهلي مش افضل، تحس ان اللعيبة مجهدة بدنيا، تحس ان في بعض اللاعبين مش افضل حاجة في المباراة. لكن الاهلي رغم كل اللي انا هقول لك فيه ده، انا مش بقول لك الكلام ده وطالع اقول لك ان الاهلي خسران، لا ده انا بقول لك الكلام ده كله والاهلي فايز ومتصدر جدول الدوري. لك ان تتخيل ان الاهلي تصدر خلاص رسميا جدول الدوري، وبقول لك الكلام ده. الاهلي النهارده بيبدا بتشكيل في حراسه المرمى محمد الشناوي اللي لم يختبر بشكل كبير، مفيش غير كورتين تقريبا كانوا خطرين لكن تعامل معهم، وفي كره كده كنت شايفه خرج فيها خروجه في الركنيات او خروجه في الكرات الثابته بيبقى خروج غريب. عايزين قاموس الخطر لمحمد الشناوي، عايزين نقول له يا شناوي ركز بشكل كبير جدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، تعال نشوف على مستوى السردباكات، مفيش اختبارات كبيره جدا لمحمد عبد المنعم ورامي ربيعه اللي كانوا موجودين في الموعد دايما. تعال نبص على محمد هاني اللي كان مأدي الجيم الدفاعي اكتر منه جيم هجومي، ما عملش جيم هجومي بشكل كبير لكن كان مقدم جيم دفاعي كبير جدا. تعال نبص على كريم فؤاد اللي كان عامل عايزين نقول له يعني برافو برافو على الاداء اللي انت مقدمه الفتره الاخيره في مركز غير مركزك، من ساعه اصابه علي معلول وعدم الاعتماد طبعا على كريم الدبيس اللي هو دلوقتي في الاولمبياد، واللي انا نفسي بشكل كبير جدا ان هو ياخد فرصة، لكن بيعتمد على كريم فؤاد اللي بيقدر يقدم كل المطلوب منه على الأقل. يعني بيقدر يقدم تعليمات للمدير الفني في الملعب، بيقدر يعمل الإضافة في الباك ليفت، بيقدر يعمل الإضافة بشكل كبير جدا في الباك ليفت. كريم فؤاد دفاعيا تغطية دفاعية بشكل كبير جدا موجودة، الزيادة الهجومية بيقدر يعمل زيادة هجومية، بس في مباراة النهاردة بيعمل زيادة هجومية على استحياء بعض الشيء. تعال في وسط الملعب كريم نيدفيد، علامات استفهام كتير على كريم نيدفيد، تحس انه نسي الكوره تماما. كريم نيدفيد تحس ان نسي الكوره تماما. تعال نبص برضه على اكرم توفيق، صخره وسط ملعب النادي الاهلي اللي دايما بتشوفه في التغطيه الدفاعيه، موجود صخره في وسط الملعب. لكن الاضافه اللي طبعا اضافت لكريم فؤاد لاكرم توفيق، الباص اللي بيخرج من رجله صح جدا. الباص اللي بقى بيخرج من رجل اكرم توفيق ما كانش عنده الميزه ديت، لكن ما شاء الله ميزه اضافت لاكرم توفيق. وميزه تانية الزياده الهجوميه اللي بقى بيعملها بشكل كبير جدا، يعني بقى ليه اضافه في بكل المقاييس. تعال نشوف امام عاشور اللي انا شايفه عنده افضل من كده. امام عاشور ما كانش افضل حاجه النهارده في النادي الاهلي، لكن كان بيقدر يعمل الزياده الهجوميه، كان بيقدر يعمل جيم هجومي بشكل كبير جدا، كان بيقدر يعمل اسيستات، كان بيقدر يعمل طولات، لكن ما كانتش اللمسه الاخيره ما كانتش موجوده بنسبه كبيره. تعال نبص على حسين الشحات اللي كان برضو ما كانش مقدم افضل حاجه موجوده عنده. الاجهاد البدني زي ما قلت لك، الاجهاد البدني موجود على اللعيبه بشكل كبير جدا. تعال نبص على برضو مين تاني، رضا سليم اللي النهارده من المباراه اللي فاتت بعد اصابه محمد طاهر عمل جيم كبير جدا قدام بيراميدز، والنهارده بيكمل مسيرته اللي عملها قدام بيراميدز، وبيعمل النهارده جيم كبير جدا، واللي عمل منها الاسيست لوسام ابو علي، اللي قدر يترجم اسيست وسام ابو علي اسيست رضا سليم في مرمى المصري ويحرز هدف الفوز للنادي الاهلي. بنشوفه طبعا وسام ابو علي نجم او رجل المباراه من جديد. وسام ابو علي رجل المباراه من جديد. بنشوف وسام ابو علي بياخد مان اوف ذا ماتش، هو احرز هدف الفوز، هو يستحقها عن جداره. وسام ابو علي اللي ماشي بشكل مميز جدا، بيقدر ان هو يسجل 12 هدف في الدوري في وصافه صداره الهدافين.
وصيف الهدافين بعد فيستون مايلي اللي هو مسجل 14 هدف لنادي بيراميدز. يعني متصدر هدافين الدوري هو فيستون مايلي، بياتي بعديه طبعا مباشره هو وسام ابو علي اللي مسجل 12 هدف. طبعا مباراه كبيره جدا. نيجي على الجانب الاخر، مباراه الزمالك وبيراميدز اللي انتهت بالتعادل 1-1، ويظل بيراميدز في وصافه جدول الدوري، والاهلي بيركب. ولما يركب الاهلي الدوري يبقى لازم تخاف وتخاف بشكل كبير جدا، لان خلاص في ركوب الاهلي الدوري مش هينزل تاني، وباذن 1/1 الدوري في الجزيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.